الفكرة الخامسة النهارده منقسمة ل3 عناصر، 3 عناصر. يعني by tomorrow, by 2030 by مثلًا the next day. كل دي من علامات المستقبل، فترات المستقبل. يبقى إذا لو قبلها by هناخد زمن معين أو زمنين معينين هنتكلم دلوقتي عليهم. وكمان لو تلاقينا in وبعدها فترة بالمستقبل وبعدها كلمة time اللي هي زي ما باقول كده معناها خلال، يعني أنا باقول لك خلال الفترة دي. فكلمة in هو من علامة المستقبل وtime يعني خلال مثلًا أسبوعين، مثلًا in 3 days time. أوكي in 3 مثلًا in a week مثلًا time. في الحالة ديّة أنا هاعمل إيه لو جات لي by والمستقبل أعمل في المستقبل فترة بالمستقبل أو in وفترة بالمستقبل وكلمة time اللي هي معناها خلال. قال لك بتاخد حل من حلين، يا إما بتجيب will be والverb في ing وده اللي معناه سوف أكون باعمل الشيء ده، يعني معناه سأكون الباء والفعل، يعني أكون باعمل الحاجة وأنا باستخدم الزمن ده will be بالverb في ing لما بتكون بتدي أعذار بتقول لحد إنك في المستقبل مش هتكون فاضي مشغول. أو إنك تستخدم النوع التاني اللي هو will have وتصريف التاني. وهنا معناه إن أنت هتكون لما يجي الميعاد ده في المستقبل أنا هكون خلصت في الميعاد ده في المستقبل الحاجة اللي المفروض أعملها. يعني مثلا لو أنا ببني حاجة وهخلصها على سنتين يبقى خلال السنتين دولت أو باي السنة المعينة دي مثلا ده 25 يبقى باي 2027 يبقى I will have مثلا built هكون بنيت مثلا الحاجة دي. خلي بالنا إن هنا في اكتمال، هنا معناها هكون عادية تمام زي سوف يكون برضو أو سأكون والفعل، بس الفرق إن هنا في اكتمال للفعل، يعني هنا الحدث هيكتمل هيكون finish. هنا لا، هنا هو أنا أصلا هكون في الفترة دي مشغولة بعمل الحاجة دي لكن مش هيكون مكتمل، مش هيكتمل. طب رجع ده كلام جميل. ناخد هنا مثال اللي كان في الامتحان وهو by the end of this week. by فترة في المستقبل. hopefully I حاجة all my duties. do هل إن أنا هكون خلصت ولا هكون بعملها؟ لا طبعا هو يأمل إن هو يكون خلصها على نهاية الأسبوع ده، لأن ده المعنى اللي هو قصده. ده في الحالة دي طبعا مش هاخد ديت لأن مش معايا ما ينفعش، ولا دي طبعا لأن عندي باي فاستحالة آخد دي بس. will be لا لأن مانيش مشغول، أنا عايزة أكون خلصت وبأمل إن أكون خلصت بنهاية الأسبوع ده، يبقى آخد will have والتصريف التالي. الأسئلة المهمة اللي جت في النماذج الاسترشادية. سؤال بيقول لك بلا نقط next summer I will have finished that course. احنا قلنا في الفصل اللي شرحنا قلنا ان will have والتصريف التالي يبقى هيكون الحدث ده انتهى في المستقبل. فاحنا ممكن نستخدم in، قلنا in وفترة بس لازم نجيب كلمة time. مش موجودة يبقى خلاص هنا in بس مفيش كلمة time إذا مش معايا. by بتيجي مع فترة في المستقبل يبقى دي معايا، on مش معايا. the next summer تنفع بس ما تاخدش will have خالص. خليني برضه اقول ملحوظة تانية، خلي بالكم ان انا بستخدم by والمستقبل يفضل انه يجي اكتر مع حدث سيكتمل. يعني لو شفنا باي بتيجي مع will have اكتر، بتيجي مع will have اكتر في الاستخدام. عشان كده لو شفت باي يبقى خلاص will have وتصريف التالت يبقى بجيب باي والمستقبل يبقى will have والتصريف التالت ما تنسوش هتيجي معاها باي اكتر من ان والفتره والتالت. لكن ممكن تيجي طبعا ممكن تنفع ما تنفعش ليه، بس دايما احنا بنستخدم باي مع الاحداث اللي هتنتهي في المستقبل اكثر استخدام. تعالوا نشوف بقى الشق اللي هو الايه التاني. قال لك في صفات في اللغه الانجليزيه لو جت لازم تجيب بعدها فيرب ونديله اي ان جي يعني جيرند. زي مين مثلا؟ زي مثلا busy يا جماعه لو شفتوها جه بعدها فيرب ادوا له اي ان جي. Let's have an example. She is ده السؤال اللي كان في الامتحان. She is busy blah 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 she is busy قال لك اختار do ولا does ولا to do ولا doing her homework. You can text her if there is something urgent. والله هي مشغولة لو عشان بتعمل الواجب بتاعها حاجة مهمة ابعت لها اكتب لها. إذا لو شفت busy من غير تفكير هاخد ايه؟ لا مصدر لا does لا
to do لا، هاخد فيرب في اي اي ماشي، يبقى busy يبقى busy بالصفات اللي بيجي بعدها فيرب في اي ان دير يعني تجربة. فقال لك دير لو جه سواء كان في سؤال او في جمله عاديه informative يعني صيغه اثبات، لو تلاقيته عادي ممكن تجيب بعد المصدر وممكن تجيب بعد تو المصدر، شبيه شويه بهيلب، يعني هيلب ممكن يجي مع المصدر وتو المصدر. لكن لو جيت ديرنا يعني انت لا تجرؤ، لا هنا بقى هاخد المصدر بس، وده اللي جه في الامتحان. dare not بيجي بعدها المصدر dare. طيب تعالوا نشوف بقى هنا السؤال هنا بيقول ايه. You dare not anything. say it. To say والله في dare وفي not يبقى مصدر، يبقى الإجابة تبقى say. الإجابة تبقى say. نبص كده على النقطة الثالثة. النقطة الثالثة في الفكرة الخامسة. النقطة الثالثة في الفكرة الخامسة. on my own. ايه الفرق؟ قال لك on my own دي معناها انك حاجة بتعملها by yourself. alone بتعملها لوحدك، والله طبخت لوحدك، انت لوحدك، مشيت لوحدك، ركبت لوحدك، يبقى تقول on my own. لوحدها يبقى on her own، لوحده يبقى on his own، عادي خالص. الفكرة ده ان في اوف بدل on، لو اوف شفناها المعنى بيختلف تماما، يبقى معناها ده شيء بتاعي ملكي انا، ما حدش بيستخدمه غيري انا، خاص بيا، كانها برايفت يعني. فقال لكم of my own بيساوي belongs to someone، يعني بتخص شخص ما. وده السؤال اللي جاني في الامتحان، ممكن يجي على فكره في الامتحان. انا يعني بشرح الحاجات اللي هي لم يتم ذكرها في الاسترشادات. طيب لان اكيد الامتحان الاسترشادي مش هيقول لك بسهوله كده كل الاسئله اللي ممكن تيجي، فدي حاجه هو ما غطاهاش وممكن تيجي لنا موجوده في المنهج. يبقى this car is I don't share it with any acquaintances. والله العربيه دي حاجه انا ما بشاركهاش مع اي حد من معرفه. يبقى العربيه دي on my own ولا off my own؟ لا، هو هنا بيقول العربيه دي ما بيشاركهاش، يعني بتاعته خاصه بيه، يعني خدها برايفت. يبقى في الحاله دي هاخد ايه؟ of my own. الجزء برضو اللي هو الجزء الاخير اللي موجود، الجزء الاخير للفكره الخامسه، وهو first within. ايه حكايه first within؟ المفروض ان انت عندك حدث في الاول وحدث في الثاني. لو بتتكلم في الماضي المفروض اجيب هاد والتصريف الاولاني كفعل اولي في الماضي، وبعده الفعل الثاني في التصريف الثاني. ولكن مع first within بالذات خلي بالكم ان لو في الماضي وعندك حدثين، ففي حاجه في اللغه الانجليزيه اسمها chronology يعني معناها التسلسل الزمني. حضرتك بتيجي من البيت بتغير هدومك، ده ورا بعض مفيش اي فرق زمني. اذا لو عملت حاجتين ورا بعض في الماضي مفيش فرق زمني ما بينهم، يعني يا دوب بس 10 دقائق ربع ساعه على قد ما بتعمل خلاص الحدث الاولاني بتخش للتاني. في الحاله دي انا بستخدم first within، والاثنين بجيبهم في التصريف الثاني، يعني الاثنين بيبقوا V2 جملتي فيها V2. زيها برضو as soon as اللي هي معناها بمجرد ان، حدث ما بمجرد ان بيجي معاها هات والتصريف الثالث والجمله الثانيه بياخد التصريف V2 صح. بس لو الحدثين مش ورا بعض، لكن لو الحدثين ورا بعض تموا ورا بعض وكده هو هيديك جمله ثالثه عشان يوضح لك، يبقى في الحاله دي احنا بنجيب ماضي بسيط وماضي بسيط. الفكره دي ثابته خلاص، مش محتاجه نتكلم فيها، دي ثابته V2 هنا تنفع في هنا في الهات وتنفع مع التصريف الثاني. الفكره بس في هل في chronological verbs يعني افعال متسلسله ولا لا، يعني ورا بعض. يبقى في الحاله دي هاخد هنا V2 مع as soon as، كاني بقول first within. المثال اللي جه في الامتحان اللي هو كالتالي. first اولا شفنا كلمه first within من غير تفكير، يبقى انا هاخد V2 ماضي بسيط وهنا V2 ماضي بسيط. يبقى في الحاله دي نفسها اخد هات رغم كانت تنفع لان هو ده الحدث الاولاني اللي عمل، ولكن لا، لان هو عمل حاجتين ورا بعض خلص ومش على طول. خلاص يبقى هنا هاخد التصريف الثاني فقط لا غير finished. هاخد
finished. وكده يبقى احنا خلصنا الفكرة الخامسة بعناصرها المختلفة. بليز تابعوني وما تنسوش الاشتراك والدعم وكمان اللايك لفيديوهات أكتر خاصة بالاختبارات الخاصة بالثانوية العامة، ويا رب التوفيق للجميع. باي باي.